اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة حل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها خزائنك نورا تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الشخص المسحور والشخص المحسود. الصفات بتكون تقريبا متشابهة، يعني دايما ناس تقول يا ترى اللي انا فيه دوت إيه اللي بيحصل لي، في امور بتبقى ملخبطه معايا، في امور بتبقى ما بتمشيش على طول، في كسل، على طول في اكتئاب، على طول في ضيقه. بقينا خلاص كل امورنا بنقول يا حسد يا سحر يا مس فنحاول على قد ما نقدر نشوف ايه الصفات اللي هي الانسان اللي هو بيبقى المحسود والمسحور. المحسود بيبقى دايما حاسس ان هو عنده خمول، عنده كسل، الامور بتاعته مش بتكمل. يعني مثلا يروح يقدم في وظيفة يلاقي الوظيفة مثلا فيها عرقلة، عشان ينزل يروح مشوار يلاقي الامور بتاعته مش متيسرة، بيدخل في المشروع مثلا ما بيكملش. فدوت بتبقى من صفات يعني مش من صفات، بتبقى الإنسان ده اتصاب بالعين أو بتصاب بالحسد. بيتوب كتير، عنده هزلان وخزلان في جسمه، على طول مجهد، على طول تعبان. ممكن يروح للدكاترة وما عندوش أي حاجة، يعني يبقى هو تعبان والدكتور يقول له لا ده مفيش حاجة، مش لاقي حاجة بعينها هي السبب في التعب اللي هو فيه. الإصابة بالحسد دي بتبقى إصابة العين دي من أصعب ما يمكن، يعني بتبقى محيرة الشخص نفسه، بيبقى هو أنا في إيه عندي، إيه اللي موجود عندي. فالمحسود دوت بيبقى يعني مغلوب على أمره، بيبقى اتصاب بعين جامدة. وإصابة الحسد بتبقى من أصعب كمان من السحر، ممكن تصيب الشخص بأمراض تخليه ان هو مش عارف هو عنده ايه. يعني بيبقى يقوم مثلا عايز يقوم ويروح ويتحرك وكده ويروح مشاوير او يخلص مصالح خاصة بيه، يلاقي نفسه همدان، يلاقي نفسه عزيمته قليلة، مالوش نفس الحاجة. بيبقى مثلا عايز يروح يقضي مصلحة، يلاقي الحاجة متعرقلة، الحاجة يعني بيقدر يخرج ويروح ويجي، بس ايه، ما بيوصلش لمرحلة الاكتئاب. يعني ان هو ده الفرق بينه وبين اللي هو الشخص اللي عنده سحر. احنا هنتكلم الاول عن، يعني هنعمل حلقة عن اللي هو الانسان اللي هو المحسود. زي ما بقول لكم بيبقى حاسس بهمدان، حاسس ان الحياة مش ماشية معاه كما ينبغي. فعليه بقى بايه؟ بالرقية الشرعية وبالمعوذتين، اذكار الصباح والمساء، يكون ملتزم فيهم، يعمل ورد ليه على قد ما يقدر. كل يوم آية الكرسي من 7 مرات، 14 مرة أو 21 مرة أو بأعداد مفتوحة. يكون على وضوء دايما، ويحاول ان هو يسمع سورة البقرة كل يوم، ولو قراها طبعا ده من الافضل يعني. لان زي ما بقول لكم الحسد من الحاجات القوية جدا اللي بتصيب الانسان، ولو ما تعالجش الامور بتزيد معاه اكتر. فالتحصينات اللي انا بقول لكم عليها دي طبعا يعني كله كلام ربنا، وربنا يحفظنا ويحمينا. دي مهمة جدا، والحسد مذكور في القرآن. يعني ففي ناس تقول يعني بتعتبر ان دوت كلام كده وخلاص، لا، الحسد مذكور في القرآن. والعين بتصيب، العين بتصيب بتبقى صعبة، والحاقد والحاسد في النار، اللهم احفظنا. الحاسد اللي هو بيتمنى زوال النعمة للشخص اللي هو شافه، يعني ده بيبقى والعياذ بالله من الحاجات اللي هي بتأذي غيرها. فاحنا على قد ما نقدر نحاول نحصن نفسنا
وبالقرآن وبالرقية الشرعية. الرقية الشرعية ليها كذا فيديوهات وحاجات كتير موجودة. فاحنا لو سمعناها في المكان بتاع اللي احنا مثلا بننام فيه، او المكان اللي احنا متواجدين فيه، لو حد مثلا في شغل وعنده ركود وفي مكتبه، يشغلها الصبح في المكتب بتاعه في مكان شغله ومكان رزقه. لو بنت مثلا حاسه ان في عندها حسد او كده بالصفات اللي انا قلت لكم عليها، تشغل الرقية الشرعية في مكان أوضة النوم اللي هي بتنام فيه. لو بيت مثلا فيه مشاكل وحاسين ان ده بسبب عين او حسد، يشغلوا الرقية الشرعية في المكان اللي هم موجودين فيه. وربنا خير حافظ ويبعد عننا العين يا رب، ويحفظنا ويحمينا. وزي ما بقول لكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا يحمينا ويحفظنا يا رب.